النهارده بقى عملت لكم كده صينيه جلاش بطريقه سهله وجديده، وكده ميكس على بعضه جلاش كده بغاشه، حاجه كده جميله من الاخر، والطعم لذيذ وحلو وهتعجبكم. وهتعمليها في 10 دقايق، مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. هنا بقى زي ما بوريكم كده، بصوا جميله كده وتحفه، والريحه بقى بتاعتها حاجه تحفه يا جماعه. صلوا على الرسول، اللي بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه في الكومنتات كده. وما تنسوش يا جماعة اللايك، وتحطوا ايه، اشتركوا في القناة وسبسكرايب، وخدوا مشاركة كده ان شاء الله لاخواتكم وحبايبكم. هنا بقى الصينية دي عملتها النهاردة، حاجة جديدة وجميلة وسهلة خالص وبسيطة، والموظفين هتعجبهم، أو ستات البيوت. قومي بقى اعمليها لولادك كده في الشتا ده، تدفيهم كده وجميلة، ويقولك تسلم ايديكي يا ماما. بصوا جميلة ازاي، حاجة كده جميلة وتحفة. وهتشوفوا المقادير بتاعتها ايه دلوقتي، وهتشوفوا وانا بعملها بقى بطريقة سهلة خالص ومش تاخد منك اي وقت. حاجة كده من الاخر كده، شايفين مورقة وتحفة ازاي؟ ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ يلا بقى نشوفوا بقى ايه هنعمله الكلام ده ازاي. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لايك بقى والاشتراك وسبسكرايب. شايفين منظرها تحفة، بتعبر عن نفسها، حاجة كده من الآخر كده جميلة ولذيذة، وهتاكلي منها مش هتشبعوا. ومش هتعملي بعد كده جلاش أي طريقة إلا هي دي اللي هتعمليها، لأن الطريقة دي مش هتاخد منك وقت خالص، وحاجة كده جميلة ولذيذة خالص. يلا نشوفوا مع بعض بقى هنعملوا الجمال ده ازاي. هنا أول حاجة نقوله بسم الله. هنا فاكرين بقى زمان لما بنعملوا الورقة كده مروحة، بنجيبوها شمال ويمين كده ونعملوها مروحة نهوي بيها كده واحنا صغيرين بقى. دي بقى انا عاملاها زيها كده. طبعا دي طريقة جديدة وجميلة يا جماعة، وهتعجبكم ان شاء الله، وسهلة خالص. لا هتعملي صوابع ولا هتتعبي نفسك ولا اي حاجة. حاجة فاخر من الفخر من الاخر، زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. هنا افضل بقى ايه، ورقتين في بعض يا جماعة. انا عاملة ورقتين في بعض لان انتوا عارفين الجلاشة بتبقى خفيفة قوي، فلو واحدة بس مش هتيجي تطبق معاكي حلو، ومش هتقف في الصينية. لان انا عاملة الطريقة دي كده جديدة وسهلة، وان شاء الله تعجبكم. حابة احط الورقتين على بعض كده، جلاشتين على بعض، عشان تديني سمك حلو. واطبقهم كده، شايفين شمال ويمين كده، تروح كده وتيجي كده زي المروحة، زي بقول لكم كده الكرتون اللي كنا بنعملوها زمان، او الورق. هتعجبك الطريقة ديت بقى، والحشوة طبعا اللي انت عايزاها هتعمليها. بس انا هوريكي بقى الحشوة بتاعتي دي، اللي هي بقى هتشكي ايه بقى، الجلاش كده المقرمش الجميل، على عتيكي كده طعم كده ميكس مع بعضه، على بغاشة، حاجة كده بتاكليها، حاجة كده تدوب في البق دوب. هنا شايفين بقى انا خلصت الكمية بتاعتي وبرص كده. انا لقيت الصينية اللي انا كنت حاطة فيها دي لقيتها كبيرة، قمت حاطة بقى في الصينية دي زي ما انتم شايفين. انت شوفي الصينية بقى اللي موجودة عندك على قد الجلاش، وتعملي على قدها، بحيث يبقى مسوية وجميلة كده. شايفين انا بحاول امسك الجلاش كده، بحيث انا عايزة اصف كده ايه مسطرة. شايفين رصة كده رصة كده زي المسطرة بالظبط. بحاول اظبطه كده، بمسك بايد عشان ايه ما يميلش، مش عايزاه يميل. ولو عايزة تتني الصينية كده ترفعيها وتحطيه. بص كده كنت خلصت الكمية بقى بتاعتي كلها. طبعا ده كيلو من الجلاش يا جماعة، كيلو جلاش. عايزة بقى نص، هتعملي نص المقدار اللي انا بعمله ده. كل حاجة تعملي ايه نصها. المقدار اللي انا بوريهولكوا ده لكيلو من الجلاش، لفتين، اللفة نص كيلو، يعني انا جايبة ايه كيلو على بعضه. اهو هنا بقى رصيته رصة حلوة كده. هنا بقى كنت مسيحة الزبدة بتاعتي، طبعا اي مادة دهنية عندك هتعمليه هيطلع زي العسل. انا هنا مسيحة، كان عندي زبدة ومسيحتها كده وهزقي. هنا بقى خد مني الكيلو ايه، خد مني نص كوباية سمنة او زبدة. خد نص كوباية الزبدة معايا. زيته بقى حلو كده زي ما انتم شايفين، عايزاه مورق وجميل بقى. بصي بالفرشة كده وحوالين كده ايه، واحدة واحدة تدخلي ما بينها الزبدة او السمنة بتاعتك، لغاية ما تحسي ان هو اتشرب من جوه كله، بحيث يبقى ايه، مقرمش كده وجميل معاكي ومورق وتحفة. انا كده وزعت الزبدة كلها اهيت.
نص كوباية زبدة على الكيلو. انت بقى عايزة تعملي نص الكمية حطي نص المقدار اللي انا بقول عليه. هنا خلاص هحطها في الفرن بقى لغاية ما تبقى نص سوا او 3/4 سوا. هخليها 3/4 سوا يا جماعة. شايفين منظرها زي المسطرة ازاي؟ احطها 3/4 سوا على درجة حرارة 180. هنا اول حاجة نقول بسم الله بقى ايه، جبت كوبايتين من الحليب، ده اللي هنسقه بيه بقى صينية الجلاش بتاعتنا، مش هنحطها على النار طبعا. ودول 4 معالق كاستر، طبعا انتوا عارفين الكاستر. هنا بقى معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلبوا الكلام الجميل ده مع بعض. انا هضيف السكر لو مش عايزين سكر. هنا معلقتين من ايه، من الزبدة. حطوا معلقتين من الزبدة كده معانا. وحطيت ايه، وهنحط حبة سكر. انت مش عايز السكر دي طبعا بتاعتك. انا حطيت ايه 3 معالق سكر بحيث ايه يعني يبقى محلو شوية. هنا ركناه، مش هنحطه على النار طبعا، ده الشراب بتاعه مش ايه اللي هنزقه بيه، مش هنحطه على النار. هنا بقى الشربات او السيرم بتاعنا كوبايتين سكر كوبايتين ميه، نفس الكوبايه انا عامله كوبايتين كبار. هنحطه على النار كده نقلبوه لغايه ما يدوب السكر. ما تحطيش قبل اي حاجه قبل ما يدوب السكر خالص عشان ما يسكرش معاكي. هنا عصره ليمونه. وهنا حطيت بقى ايه حبة فانيليا. طبعا حبة الفانيليا دول التكاية دي بتخلي ايه ريحة الجلاش وطعمه جميل، تخلي ريحة الشربات وتدي ديست يعني كده، تيست للحاجة بتبقى جميل قوي. هنا بقى عايزة عندك عسل كلوكوز حطي، عندك عسل نحل حطي، وما عندكيش خالص مش مشكلة. انا كان عندي عسل كلوكوز كده، حطيت معلقة كبيرة زي ما انت شايفه. طبعا المعلقه عسل الكلوكوز دي فايدتها ايه بقى؟ فايدتها ان بتخلي الشربات ما تسيبوش ياما على النار. هي بتخلي العسل يبقى تخين وكده ويبقى سميك وحلو بسرعه. هنا بقى كنت طلعتها من الفرن، شايفين كانت يعني ايه 3/4 سوا. ليه بقى؟ عشان لما احط لها ازقيها شايفين ازقيها الحليب على الكاستر على السمنه على حبه سكر كده زي ما انتم شايفين لما عملتها قدامكم. ازقيها تشرب بقى وتبقى مورقة. شايفين التحميصة دي شوية شربت بتشرب ازاي؟ تشرب كل السوائل اللي انا عاملاها لها دي، تشرب الحليب كله. هنا بقى شربتها خالص زي ما انتم شايفين. بقى بشوف بقى بدخل كده من حوالينها برضو كده بتأكد ان وصلت لي لكل الجنب والوش كله. هنا بقى حطيتها في الفرن بقى وعطيت لها وش وطلعتها. وطبعا السيرم يكون بارد يا جماعة، لازم السيرم يكون بارد او الشربات يكون بارد، والصينية مطلعها سخنة. شايفين بتشرب ازاي؟ بزقيها بقى كده وبتشرب وجميلة. طالما اتحمصت كانت مقرمشة خالص واتحمصت، اما احط بقى السيرم تشربه على طول. شايفين منظرها بتعبر عن نفسها. ولا الريحة بقى، ريحة تحفة تحفة تحفة. حاجة جميلة يا جماعة، حاجة عاملاها سهلة وبسيطة. شايفين ما خدتش وقت معاكي، مش هتاخد وقت معاكي ابدا. وهتطلعي صينية جلاش او بغاشة كده، يعني لا هي جلاش ولا بغاشة، حاجة جميلة من الاخر كده، وهتحسي ايه بطعم مختلف. يبقوا اكتبوا لي بقى ايه رأيكم في الطريقة بتاعتي ديت. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك يا جماعة، وكومنت حلو منكم وقولوا لي ايه رأيكم في الجمال ده. طبعا الكاستر وداها في حتة تانية والحليب وكل الحاجات اللي حطيتها عليها حاجة جميلة، حاجة عاملاها من الاخر. بصوا الجمال، طعمها بقى والكاستر خلى طعمها جميل ومرقة. شايفين بوريلكم مرقة وجميلة وطعمها تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم كده والطريقة تعجبكم بتاعتي وبإذن الله تجربوها مش هتعملوا الا هي. هنا بقى بوريلكم بقى تاني اللي هي ما خلص بقى الفيديو بقى ايه في الاخر جايبه لكم برضو الحتة اللي ايه بوري فيها. بصوا الجمال. يلا اللي بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب كومنت ويحط لي اللايك ويحط لي الاشتراك.